سورة النصر. كما كنا على بالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل مكة، يعني من قبيلة قريش، ولما نزل عليه الوحي وبدأ يبان دين الإسلام وضياقت عليه من جهة أهله وعاشرته اللي حاربوه، أمر الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة المنورة، وتبعوه أصحابه اللي هما المهاجرين، وسابوا في المدينة الأنصار اللي نصروهم وعونوهم في حياتهم رضي الله عنهم كامل. وبقوا في المدينة 8 سنوات حتى أذن لهم الله تعالى بمحاربة أهل الكفر باش ينشروا الإسلام في مكة وين كاين بيت الحرام ويفتحوها ويوليوا الناس يحجوا ويعتمروا كما قال لهم الله تعالى. والحمد لله فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، المكان اللي زاد وتربى فيه واللي نزل عليه الوحي فيه ويحبوه بزاف. وكان فتح مكة في السنة 8 من الهجري، يعني 8 سنوات من بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا هو النصر اللي هدر عليه الله تعالى في سورة النصر. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. الله عز وجل انصر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وين كاين البيت الحرام. والعرب اللي كانوا دايرين بقريش كانوا كامل يعسوا إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم اللي راه يقول بلي أنا نبي يقدر يفتح مكة وينشر فيها هذا الدين الجديد وينتصر على أهل مكة، ولا ما يقدرش كيما صرات مع أبرهة والجيش ديالو اللي كان أكبر من جيش محمد بكثير، اللي دخل مكة بالفيل العظيم. بصح الله تعالى حمى الكعبة لأن أبرهة كان على باطل، وهذا عام الفيل، العام اللي زاد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العرب قالوا إذا هذا محمد قدر يفتح مكة ونصر الله تعالى، هذا يعني أنه الصح رسول الله ونأمنوا به. ولا ما قدرش يفتح مكة ومنعته قريش، فهذا يدل على بطلان الرسالة ديالو. وكي شافوا بلي الله تعالى نصره وفتح له البيت الحرام وصلى فيه وهو منصور وخطب في الناس، بداو يدخلوا في الإسلام جماعات على بها قال الله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني أفواج على خاطر الناس آمنوا بلي هذا صح مبعوث من الله تعالى، وبلي الدين تاعو هو الدين اللي لازم نتبعوه. وفي الأخير في آخر السورة قال الله تعالى: إذا شفت هذه الأمور يا محمد، يعني النصر والفتح ودخول الناس في الإسلام بالأفواج، يعني هذا آخر عمرك يا رسول الله. وكأنه نزل هذه السورة باش يقول له الحق أجلك وخلاصة مهمتك فوق الأرض، نشرت الإسلام وفتحت مكة وين كاين البيت الحرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهمها وطلب منه الله تعالى يسبح ويستغفر ويكتر منهم شكرا لله على نصره وفتحه. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، شكرا لله على نصره وفتحه. فإذا العبد سبح الله واستغفر يتوب عليه الله عز وجل، فقال إنه كان توابا. الله عز وجل طلب من الرسول الكريم الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه أنه يسبح ويستغفر، فما بالك بالإنسان الضعيف اللي ملي نوض وهو يدير في السيئات شاء أم أبى، علم بالحرام ولا ما لم يعلم، يعني نديروه دفاع عن جهل، ما نكونوش نعرفوا بهذاك الحكم هذاك الأمر. الإنسان لازم دائما يسبح ويستغفر ويتوب إلى الله تعالى. وواجب علينا إذا فتح علينا الله تعالى برزق من صحة، ذرية صالحة، وقت ننتفع به، مال، أي علم، أي حاجة تفيدنا في حياتنا، واجب علينا نسبحه ونستغفر الله تعالى، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه.